Ah, si on veut éviter Japon-Hollande, on doit perdre et espérer que l'Écosse gagne. Alors on aura une أنا أركز على هدف واحد وهو أن نتصدر المجموعة، ليس من أجل تجنب هذا الخصم أو ذاك، بل لأسباب مرتبطة بالمسار الرياضي وتقليل التنقلات خلال البطولة. لا يهمني كثيرا من سنواجهه، بالعكس أريد مواجهة منتخبات قوية مثل اليابان أو هولندا. إذا لم نتمكن من إنهاء المجموعة في المركز الأول واحتللنا المركز الثاني، سنتكيف مع الوضع ونواصل الطريق بشكل عادي. qui on va jouer. هذه مباراة كأس العالم. إذا ما طرحتم السؤال لهايتي وتسألونهم أنكم أصلا منسحبون من هذه كأس العالم، كيف تحضرون هذه المباراة؟ سوف ترون أنهم محمسون ومتحمسون، يودون أن ينتصروا. أول نقطة، أول هدف يحققونه، وبالتالي هذه أهداف حقيقية بالنسبة لنا الأبروسيان. هذه مباراة كأس العالم ونود الفوز، نود أن نتصدر المجموعة. إذا بالنسبة لي أفضل حل لتحقيق هذا الهدف هو أن ننتصر في هذه المباراة. إذا ما فكرنا في عدد ذلك سوف نندم عليه، لأنني أسمع عن عديد يتحدثون عن عدد الأهداف، علينا أن نثقل الحصيلة. لا، علينا أن ننتصر أولا، وحسب السياق سوف نرى كيف تبدي الأمور، ولكن في أذهاننا سوف نحضر هذه المباراة على غرار ما حضر المباريات